الله 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 على الجمال. شايفين الجمال يا ولاد؟ لسه ابو عمر بيعمل لنا فراخ على الفحم. بيشوي لنا فراخ على الفحم وحاطط عليها خضار. بصوا مظبطها ازاي. شايفين بقى المنظر؟ شكلها تحفه. ايوه 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 ايوه. ايه الجمال ده؟ الله ينور يا ابو عمر. انا والشيخة ام عادل، كل سنه وانتم طيبين. انت طيب كل يا سنة. انت طيب. ام عمر بقى تعمل لنا شويه طحينه دلوقتي من ام عمر هتعملي شويه طحينه؟ كلمني. الطحينه اللي انت عملت عليها مشكله من كام يوم. خلاص يا عادل في نار. يا لهوي على الدخنه. محدش يهوب. بس بقول لك ايه، ادي العيش لخبازه حتى لو هياكل نص، المهم انه يطلع حلو. عيب عليك يا ام عادل. صنايع يابا. المشروع الجاي خطه تمثيليه قادمه. يلا يا عم اوعى بقى الكرتونه دي وسع. الفرخه بتتشوى ب 20 جنيه. طب 20 ايه ده اكتر. طيب يعني هي الواحد لو اصلا كانت اشتغل شوي بتتشوي بس من زمان ب مصنعيه 20 اصلا. ده دلوقتي لو الفرخه 5 بتتشاور فرخات في ب اليوم 50 100 جنيه. طيب. منور يا ياسر. قول لهم حطوا لايك بقى. تعالى هنا بس كده قول لهم حطوا لايك. تعالى عشان عين. انت عينيك هتوجعك على فكره، وانت ده عينيك أنا اصلا وجعتني. وجعاك. اللي بقلبها كده. اقلب يابا يلا شوف ورينا. كده الاول. يلا وري الناس بقى. الله 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 على الجمال يا اولاد. شايفين؟ بصوا وعايزين لسه نبدلوا شوية، اماكن. ها؟ بصوا بقى. لأن دي اللي في شايفين النص الجمال؟ أحمر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا الخضار بقى اللي فيها ده هيبقى تحفه تحفه تحفه. خد معاك في بدلوا ايد. اماكن. خد. شايف الجمال يا بابا؟ تك اهي. شامم الريحه؟ اهو ايه. هات دول في النص. قرآن المغرب اهو شغال. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص بقى أزف ان هو يرحم. نرجع تاني. ولا بعودة يا رمضان. ماشي تم البدري بدري. اتحركي طب. الله الله الله. العين الصايمة جاعت. عامل ايه يا عادل؟ اديها شويه. دي اصلا بقت ريحتها الفطار النهارده تحت اشراف ابو عمر. ماما انا احنا عايزين الخضار هو اللي يستوي. الخضار هيستوي خلاص. يستوي هو تقلقي. احلى سلطه دي بقى يا ام عادل اللي هي الخضار المشوي. الخضار قال عليها ده بيبقى تحفه. لما تهرسيه كله مع كانت بعض زمان احنا بنهرس الطماطم مع الشطه جدتي كده الله بيبقى يرحمها صوص كانت تحط جميل. البصل ده يا هبه في الفرن بعد ما يخلصوا خبيز وكده. البصل ده البصلايه بحالها بقى بقشرها تشويها في الفرن وتروح كل الكرتونة مطلعاها الكبيرة بقى كانت كده اهوت معاها. مقشره القشر بتاعها وتاكليها بقى تبقى مستويه ومسكره زي العسل. ما تجيبليش صغيره دي. اصل ميدو قبل كده كنا عاملين احنا شاويين فراخ فوق وكفته وكان حاطط عليها بقى طماطم وفلفل. هو بيبقى جميل عليه. طلعوا عليه. لو مروحه احسن من هدوم بس لسه ما نزلناش المراوح. ولحمه مشويه. احنا عايزين كفته فعلا بقى إن شاء الله. مشويه. بس انتوا تفرموا اللحمه وتعجنوها وتسيخوها، انا نسوي بس. ما عندناش الزياده. كان عندي عمر سياق عباس بابا يعني. الله يرحمه. والله والله عندك. ايوه بقى. ايوه لا ده انت تنزلها لنا هنا اول يوم العيد حطينا هنا بقى. ان شاء الله. انا عايزه اجيب واحده بس اللي هي العاليه ام ترابيزه اللي هي زي ترابيزه عشان اشغل قدامها مروحه وما اشغلش بقى بالي بيها. فاهماني؟ بس الدخنه طالعه والريحه. بص الخضار بقى بدأ ان هو ايه يستوي. طب نبص على يلا. بس الناحيه دي مشويه اصلا من الفرن. هي عايزه خلي تبص بالك على الناحيه وبتاع. التانيه. بص بص كفايه. هي دي بس ماشي نغيروا مكانها ممكن نغير مكانها. ولا نقلبوها؟ لا احنا خليها زي ما هي. خليها زي ما هي بس خلي الخضار شويه يقلبها على الناحيه التانيه زي ما هي. كده؟ ماما انا جعان. بس كده عشان الخضار يكمل سواه. الخضار قرب خلاص اهو. سلطه طحينه بقى ومكرونه وشيبسي وتمر هندي وصوبيا ومانجا
وكنافه بالتمر، وانسى اليوم النهارده جامد. نعمل سلطه طحين. ماما انا جعان. خلاص يا عادل، ده فاضل على الفطار حاجه بسيطه خالص اهو. انت كل يوم في نفس الميعاد تقول انا جعان، ما خلاص هتفطر يعني يا راجل الله؟ الساعه 6:10 خلاص يا بابا. بقى تلت ساعة بس. تفطر على اخر لحظة، حرام عليك. ايه ده؟ بصوا بقى البصل بدأ يتشوى اهو خلاص، ده لون اهو. طماطم. كل سنه وانتم طيبين بقى، نفضوا العصير بتاعنا كده ونجهزوا حالنا جوه عشان ابو عمر يجيب لنا الاكل على الفطار على طول. ما تنسوش تحطوا لايك وتضغطوا متابعه. كل سنه وانتم طيبين. ويلا سموا الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا بقى فطارنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الفراخ تحفه، ولونها تحفه، وريحتها تجنن. ورز بسمتي كان فاضل عندنا من امبارح، وعملنا مكرونه. الخلطه دي بقى يا ولاد ايه ده الخضار اللي كان على الفراخ اللي اتشوى معاها. هبه مرات اخويا ضربتهم ام عمر في الكبه، وحطت عليهم شويه ملح وعصره ليمونه، وعايزه اقول لكم ان طعمهم تحفه تحفه تحفه. بقينا ناكلهم كده مع المكرونه والفراخ، طعمها يجنن. الخلطه المشويه دي يا جماعه تحفه تحفه تحفه. وما تنسوش بقى في اخر الفيديو بتاعنا كده تدعوا لكل مريض ربنا يشفيه، وكل مشتاق للذريه الصالحه ربنا يديه، وكل مهموم ربنا يزيح همه، وكل مكروب ربنا يفك كربه. واحنا معاكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يدخل عليكم العيد يا رب بالخير واليمن والبركات وبالسعادة والراحة وبتحقيق الاماني. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. مع السلامة.